اكيد لما شخص عزيز علينا بيموت بتبقى حاجة محزنة جدا، بتدمر نفسيتنا وبتدخلنا في حالة من الحزن والألم، وخصوصا ان ده فراق وانك مش هتشوف الشخص الغالي عليك تاني ومش هتسمع صوته، مفيش مفر. لكن ديت سنة الحياة. بس في ناس مفيش عندهم الرضا بقضاء الله وقدره، وبيدخلوا في دوامة من الضياع وحالة من الاكتئاب. وده اللي حصل مع اوليفيا مابل، والقصة ديت حقيقية. فتعالوا معايا نتعرف على قصتها الغريبة، وزي كل مرة هنقول على الله حكايتنا. I will eat you. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. انا بشكر حضراتكم على دعمكم ليا على الفيديو اللي فات، ومستني تعليقاتكم واللايك على الفيديو ده. ونرجع لقصتنا. في بلد اسمها سلينا بولاية تكساس، كانت اوليفيا مابل بتعيش حياة عادية جدا مع جوزها واسمه ترافيس وابنها الوحيد ايدن. ومفيش حاجة بتعكر صفو حياتهم خالص، لحد ما جه يوم مشؤوم غير حياتهم للأبد. لأن في سنة 1990 حصلت حادثة مؤلمة لابنهم ايدن، ومات غرقان في بركة من البرك. وبعد وفاة ابنهم دخلت أمه أوليفيا في حالة من الحزن الشديد والكآبة، وسابت شغلها وأصدقائها ومبقتش تروح للكنيسة، ومش بتخرج من البيت، وانعزلت خالص عن الناس. حتى جوزها ما قدرش يتحمل الوضع اللي هي فيه، وسابها ومشي بعيد عنها عشان يتجوز ويبدأ حياة جديدة. وفضلت أوليفيا على الحال ده وقعدت في البيت لسنين، محدش بيشوفها ولا بتشوف حد. وفي يوم 27 فبراير سنة 1994 وصلت كذا مكالمة غامضة وغريبة لرقم الطوارئ 911، وكان اللي بيتصل على طول ساكت، وما كانش بينطق بكلمة واحدة غير صوت سفير. وحددت الشرطة مكان المكالمات، وكان مصدرها بيت أوليفيا. فراحت الشرطة بسرعة للمكان، خبطوا على الباب كذا مرة بس محدش رد عليهم، وهو ده اللي اضطرهم لكسر الباب وانهم يدخلوا البيت بالقوة. بس كان البيت شكله غريب، لان الغبار والتراب كان مغطيه، وكأن البيت خالي من السكان ومهجور من سنين فاتت. فتشت الشرطة المكان كله لحد ما وصلت لأوضة من الأوض، وهنا كانت المفاجأة اللي صدمتهم. والمفاجأة انهم لقوا جثة أوليفيا قاعدة على كرسي هزاز، وهي لابسة ملابس النوم، وقدامها مسبح صغير بيخص ابنها ايدن. والمسبح ده عبارة عن هيكل من الخشب او الحجر بيبقى موجود في المعابد والكنايس. وكان المسبح مليان بالصور والرسائل والزهور وحاجات تخص ابنها اللي مات ايدن، وكمان رماد جثته. وكان في كلمات مكتوبة بلغة غريبة في المسبح، واتضح انها مكتوبة بلغتين، السنسكريتية والتبتية. وكانت أوليفيا ماسكة في ايديها دمية صغيرة غريبة مصنوعة من الخشب، وعليها حتت من ملابس ايدن ابنها. وكانت الأوضة نظيفة جدا ومترتبة عكس بقية البيت كله. واكتر حاجة غريبة ان المحققين اكتشفوا رسالة كتبتها أوليفيا بخط ايديها، بتتكلم فيها عن مخلوق او كائن غامض كان بيزعجها وخرج عن سيطرتها. والرسالة كانت تاريخها في نفس اليوم اللي اقتحمت فيه الشرطة لبيت أوليفيا، مع ان تشريح الجثة اثبت ان أوليفيا متوفية من فترة طويلة. وده جزء من نص الرسالة المكتوبة بخط أوليفيا، بتقول فيها: يا ايدن، انا اسفة جدا، ما كانش يجب علي ان اترك الامر هكذا. سأغادر، امك قادمة اليك يا ايدن، يا عزيزي اللطيف، امك تحبك. وقال واحد من الضباط اللي شاركوا في دخول بيت أوليفيا انهم اول ما دخلوا البيت كان عندهم احساس انهم مش مرتاحين، وكانوا حاسين ان في شخص او كائن غريب او حاجة غامضة في البيت، لدرجة انهم طلبوا الاستعانة بخبير في الظواهر الخارقة. وبعد تحقيق طويل اتقفلت القضية، وبرضه لم تعلن الشرطة عن سبب الوفاة. وانتشرت اشاعات كتير وتكهنات في كل مكان في البلد عن حقيقة اللي حصل لأوليفيا. واكتر اشاعة من بين الاشاعات ان أوليفيا حضرت مخلوق او شبح شرير، وده اللي اكده فرانشيسكو سانتاغيو، وهو ضابط من اللي شاركوا في التحقيق، واللي كان عمه خبير ومتخصص في الامور الغامضة. وكان اول اشارة ان اللي وجدوه في المسبح ما كانش شيء عادي،
ولما رجعوا لترجمة الكلمات الموجودة والظهور وباقي الحاجات اللي شافوها جوه المسبح، كل ده كان دليل على طقوس وثنية، وبيدل ان اوليفيا حضرت وعملت تعويذة بتتسمى التولبة لروح ابنها. ونرجع لسؤالنا، وايه هي التولبة وازاي بيتم خلقها؟ التولبة هي طقوس سحرية بوذية تبتية قديمة، بيقوم الشخص اللي بيعملها بعمل كيان خيالي في عقله وبيديها شكل واسم، وبعدها يبدأ الخيال انه يتحرر واحدة واحدة لحد ما يصبح كيان مستقل منفصل وخارج عن سيطرة اللي عمله. وبكلام السحرة والكهنة التبتيون ان ده بيحصل بشكل ميكانيكي زي اللي بيحصل مع الجنين لما يكتمل نموه ويبقى قادر على انه يعيش خارج رحم امه. رغم من مرور سنين طويلة على قصة اوليفيا، لكن البيت بقى محل شبهة ومحدش قادر انه يشتريه من الخوف، لان دارت حواليه الاشاعات المخيفة وان الارواح الشريرة بتسكنه. وفي سنة 2005 جه ملك البيت وجاب مختص في الخوارق اسمه درو نافرو، وقال درو انه بالرغم من زيارته لبيوت كتيرة من البيوت المسكونة لكنه محسش زي بيت اوليفيا، لان شعر بطاقة غريبة، وقال ما كانش قادر انه يتنفس، وقلبي كان بينبض قوي، وقال لازم ان الناس تتجنب البيت ده لاننا مش عارفين بنتعامل مع اي نوع من الجن. ونرجع ونقول ازاي كتبت اوليفيا الرسالة اللي كتبتها بتاريخ نفس اليوم اللي اكتشفت فيه الشرطة جثتها المتعفنة واللي مر عليها فترة طويلة، ومين اللي عمل كل المكالمات اللي وردت للشرطة. كل ده هيبقى في حالة الغموض، وتفضل قصة اوليفيا واللي حصل معاها لغز يحير العقول لحد وقتنا ده. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البنسي. شكرا لكم، شكرا.